السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وبألف خير وبصحة جيدة. مرحبا بالناس الجداد واكيد مرحبا بالناس القدام حتى هما، مرحبا بكم كاملين في قناتكم زهراء سهيل. وشكر خاص للناس اللي كيخليو لي تعاليق زوينه، شكرا لكم بزاف صراحه، كتفرحوني بالتعاليق ديالكم. كما كتشوفوا اليوم غادي نوجد معكم العجينه ديال ميني بيتزا، اللي كتجي واحد العجينه كتجي رطبه وكتجي هشيشه وبمذاق رائع. نخليكم تشاهدوا معايا المقادير. كما كتشوفوا عندي هنايا انايا عندي 700 غرام من الدقيق الابيض الفورس. بالنسبه لهاد الكميه اللي درت انا، فدرت واحد الكميه استعملتها والباقي درته في المجمد حتى كنحتاجو وكنجبدو. وعندي كذلك هنا ملعقه كبيره ونصف من خميرة العجين، وعندي كذلك القليل من الملح، وعندي ايضا ملعقة كبيرة من سكر السنيدة باش كتعطينا داك اللون الذهبي في العجين، وعندي كذلك ملعقة كبيرة من الزعتر حتى هو، وكنحكو في يدي كنحكو باش كي يولي على شكل رملي، يعني مكيبقاش هكاك غليظ، باش كيتفرتت وكيزيد يعطي داك النكهة ديالو. وعندي كذلك هنايا نصف كأس من زيت الزيتون، حتى هي اللي كتعطي ديك الهشاشة للعجين. كنجمعوا الدقيق مع العناصر الاخرى وكنجمعوا بديك الزيت حتى تدخل لينا مزيان في الدقيق. وكنعجنوها بالحليب يكون دافي. بالنسبه اللي بغى يستعمل اللي ما عندوش الحليب يدير 2 معالق كبار من النيدو ويعجنها بالماء دافي. صراحه ملي كنعجنوها بالحليب كتعطينا تحصلوا على واحد العجينه اللي هي رطبه وكتجي هشيشه وكتعطي مذاق احسن. كما كتعرفوا ان الحليب كيرطب العجين. كما كتشوفوا كنديروا لها الحليب قلت لكم حتى كنتحصلوا على واحد العجين ما تكونش جاريه وفي نفس الوقت ما تكونش قاصحه. كنتحصلوا على واحد العجين رطبه كنعجنوها مزيان كندلكوها حتى كنتحصلوا على واحد العجينه كما قلت لكم رطبه. من بعد كندهنوها بواحد شويه ديال الزيت من الفوق باش ما كتنشفش لينا العجين. ضروري دهنوها باش ما تنشفش لكم العجينه، اولا غطيوها بواحد البلاستيك غذائي باش ما كديرش لينا ديك القشره اللي كتكون غليظه من الفوق اولا كتقصح العجينه. كنديروها حتى كتخمر، ومن بعد ملي كتخمر كندلكها على هذا الشكل حتى كنتحصل على واحد العجين اللي تكون رقيقه شويه وما تكونش ما تكونش غليظه بزاف. يكون السمك ديالها يعني رقيق شويه ماشي بزاف، يعني حتى يبقى يبان لكم سطح العمل علاش كتخدموا يكون شويه وصافي، لان باقي هي كتزيد تنفخ في الفران. كما كتشوفوا خدينا واحد القطعه دائريه كنقطع بها البيتزا ديالي. اللي بغى يديرها كبيره يديرها، فانا فضلت انني ندير بيتزات صغار باش نديرهم في المجمد. وكناخذوا واحد اللاطه ديال الفرن كنديروا فيها البيتزا ديالنا العجين. كما كتشوفوا على هذا الشكل، فانا حتى كنتهي منهم كاملين وكناخذ واحد الفرشيط اللي كنثقبوا بها العجين باش ما يتنفخش لينا بزاف، يعني كياخذ غير داك السمك ديالو صافي. الا ما تقبناهاش كتنفخ لينا بزاف وغيخسر الشكل ديالها، فضروري انكم تقبوها لان عارفينهم هي فيها الخميره فكتنفخ بزاف. كنتقبوها على هذا الشكل. بالنسبه للفرن فانا كنشعل عليها من التحت حتى غير كيدخل فيها شويه الطياب، غير كتشد شويه في راسها العجين صافي كنطفي عليها. وكما كتشوفوا على هذا الشكل فهي كتجي يعني غير شاده في راسها ما كتحمرش حتى كنبغي نستعملها عاد كنكمل ليها الطياب ديالها، يعني باش يصلح لكم ديروها في المجمد على هذا الشكل. خديت واحد المقله درت فيها 2 فلفلات خضرين و2 فلفلات حمر، ودرت ليهم زيت المائده وقليل من الفلفل الاسود. وعندي كذلك الملح. بالنسبه للملح فيعني حسب الذوق كنخلط مزيان. فانا صراحه كنستعمل فيها غير الملحه
والفلفل الاسود والزيت باش كيبقى لي داك اللون ديالها، يعني كتبقى الفلفله باينه داك اللون ديالها، يعني ما كنديرش ليها العطريه الاخرى باش ما زعما يبقى اللون ديالها، وغير بالملحه والفلفل الاسود كتجي زوينه. عندي هنايا كذلك واحد جوج بصلات قطعتهم الى قطع رقيقه، فانا كنحلهم على هذا الشكل. وحتى هما كذلك كندير ليها القليل من زيت المائده وزيت الزيتون. صراحه انا كنخلط يعني دائما، كندير زيت المائده وزيت الزيتون هما باش اللي كنستعمل ديما، وكندير الملح والقليل من الفلفل الاسود، كنخلطهم مزيان. وعندي كذلك ملعقه صغيره من الخرقوم، وعندي كذلك ملعقه صغيره من سكينجبير، وعندي كذلك القليل من الكمون. كمون اختياري، يعني اللي بغا يديرو يديرو، اللي مبغاش ما يديروش. وعندي هنايا واحد شويه ديال الزعتر كذلك، كنخلطوها مزيان وكنطيبوها على نار مهيله حتى انا البصله قطعتها رقيقه دغيا كطيب كما كتشوفوا على هذا الشكل، فهي طابت معنا. من بعد ما انني خرجت البيتزا ديالي من الفران كما قلت لكم، طيبتهم غير نص طيبه، كندهنهم بديك لاصوص ديال المطيشه اللي صراحه خديت حتى هي فيها جوج مطيشات حكيتهم، ودرت ليهم الملحه والفلفل الاسود وشويه ديال الخرقوم وشويه ديال التحميره زيت المائده، وحكيت فيها واحد شويه ديال الزعتر حتى هي صافي، وطيبتها مزيان خليتها تتشربات، وكنستعملها هنايا في البيتزا، فهي ما تشداتش ليا في التصوير. كما كتشوفوا كندهن البيتزا ديالي كما قلت لكم، ما كنطيبهمش بزاف، كنطيبوهم غير نص طيبه باش كنعاودو نهار كنبغيو نستعملوهم كنستعملوهم يعني، وكيكملوا الطياب ديالهم المره الثانيه. اما الا طيبتوهم بزاف ملي كتبغيو تستعملوهم المره الثانيه صافي كيولي بيقصحوا معاكم، يعني ضروري غير نص طيبه باش كيكملوا الطياب ديالهم. كما كتشوفوا انا درت البصله هي لتحت، ودرت فوق منها الفلفله، درت ليها شويه ديال السردين. اللي بغى يدير طون يديرو، اللي بغى يدير كفته يديرو، او لا داند، يعني كيبقى لكم نتوما الاختيار باش بغيتو ديروا البيتزا ديالكم. صراحه انا كنفضل انني نديرها بالسردين او لا الطون، يعني كيعجبني داك المذاق ديالو، كتعجبني صراحه بالكفته. مازال ان شاء الله غادي ندير معكم بيتزا بالكفته حتى هي كتجي زوينه كما كتشوفوا على الشكل. فانا كنعمر البيتزا ديالي، كندير فيهم لتحت البصله والفلفله والسردين، وكندير فيها فوق منها الفرماج، وكنزينها ببعض القطع من الزيتون الاسود، ويمكن لكم تستعملوا حتى الزيتون الاخضر اللي كيكون مقطع الى قطع دائريه. من بعد ما كندير لها الفرماج فكندخلها للفران كطيب من التحت، وكنشعل عليها حتى كطيب من التحت، وكنشعل عليها واحد شويه الفوق باش كيذوب ليا غير داك الفرماج. غير كنشوف داك الفرماج داب صافي كنطفي عليها الفرن. بالنسبه للفرن على نار مهيله باش ما كتخطفش معكم، ويعني كتاخد وقتها في الطياب. صافي كنقدموها على هذا الشكل. كنتمنى ان البيتزا ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تجربوها. صراحه هذا العجين وهذا البيتزا كتجي زوينه وكتجي يعني سهله، خاصه الا كنتو وجدتوا العجين من قبل كما درت انا، فكتسهلوا عليكم كل شيء. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكنتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.